بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني ومعانا ناقدنا الكبير استاذ محمد ابو الخير، ناقد بالاهرام. طبعا نقاب مستخف استاذ محمد. ازي حضرتك؟ وحشنا كتير. وحشنا، بشوفكش حوالي يومين في الاسبوع في الدوريات الاوروبيه. لا وهنا برضو طبعا في الحقيقه احد نجومها طبعا انت وسيف. لكن انا شخصيا بستمتع بتحليلاتك وقد ايه، لانه انت بتحتك بالحضاره. جميع قمه محللي العالم كلهم موجودين. اعتقد ان انت استفدت نديهم بقى الحاجات المصريه الحضاره المصريه نوديها لهم شويه. صحيح. لا، لانه التحليل كان كله فاهم انه التحليل فكره انك تبقى ماسك مايك وتقعد ترغي طول الليل من 10 بالليل ل 6 الصبح. لكن هي الفكره انت طورت لنا وساهمت في تطوير اداء النقد او التحليل الفني للمباراه، انه يبقى موجز 5 دقائق فيهاش فلسفه، فيها منطقيه وبشفافيه، وبالتالي ده الصدق دايما هو اللي بيكسب. كلام كبير يا استاذ محمد يعني، وانت كده ثبتني مش عارف اتكلم معاك. وطبعا شعرك اللي انت بتعمله لنا بطرق مختلفه. انت متابعني جامد يعني. انا طولته فعلا، عايز احلقه. طيب ما اعرفش كنت تسمع معانا كان معانا الكابتن محمد شيحه الوكيل اللاعبين، كان ازمه محمد عبد الظاهر. يمكن يعني الاسبوع ده كان اسبوع كويس في الكوره المصريه. الزمالك خد الكاس، جماهيره مبسوطه، الاهلي خد الكاس، جماهيره مبسوطه، جماهير في الملعب في المدرجات. من زمان ما شفناش ماتشات للزمالك بجمهور ولا ماتشات للاهلي بجمهور، والحمد لله الماتشين عدوا على خير. صحيح. خلينا نبتدي الماتشين قبل ما نبتدي موضوع عبد الظاهر ده. انت شايف الماتشين دول بدايه ممكن الدنيا تقوم شويه في الكوره، ابتدت ترجع العمليه شويه، يبقى فال كويس، الجماهير كانت ملتزمه زي ما كنا نقعد نقول للجماهير التزموا هم وبتاع، فهل دي تبقى خطوه ان الدوري يرجع ولا شايفها ازاي؟ لا، هو طبعا انا متفائل بامكانيه عوده الدوري، بس عوده الدوري ازاي هي دي اللي ممكن يعني نتناقش حواليها. هل ممكن بدون جمهور في الاول؟ هل ممكن ان احنا كل نادي يبقى فيه نسبه معينه من الجماهير؟ هل من الممكن انه مجالس ادارات خاصه الانديه الجماهيريه ان هي تقوم باداره حوار جاد مع روابط الالتراس او الوايت نايتس او الاسماء اللي هي بتاعه روابط المشجعين، بحكم انه جميع ادارات الانديه يا كابتن حازم هي عارفه مين الجماهير الموجوده، وبالتالي يقدروا يحتووا الامر حتى يعني يمر الامر بسلاسه، ونقدر ان احنا يعني يرجع الدوري. شايف مباراه الاهلي ومباراه الزمالك في كاس مصر وكاس افريقيا الحقيقه خرجت بشكل جيد جدا، مفيش خروقات على الاطر العامه، سوى في مباراه الاهلي برضو بعض الجماهير راحت احتلت مدرجات استاد المقاولين، واحنا برضو عشان نبقى منطقيين هناك بعض الجماهير اللي تم تسييسها، عشان برضو نتكلم بصراحه، زي ما في لعيبه هي تم تسييسها، زي ما لعيبه تم تسييسها، وبالتالي لازم برضو احنا ما نبقاش يعني كل حاجه نرميها على الامن ونقول انه الامن لابد ان هو يوافق على عوده الدوري، ولابد ان هو يوافق على عوده الجماهير، ولابد ان هو يحمي المباريات. لا، الامر اختلف بشكل كبير جدا، لكن الامن اتعامل بذكاء مع مشكله الالتراس اللي هم اعتدوا على صاله مطار القاهره، وافرج عنهم وقدم مبادره صلح، عشان هو عارف انه هذه الفئه من الشباب محتاجه التوعيه ومحتاجه الاحتواء، ومش محتاجه انك تدخل معاها في عصبيه، لكن هي محتاجه برضو ايضا لفرض النظام واحترام النظام. الدوري لما احنا اول مره منذ حوالي سنتين نشعر وكانه مصر رجعت لنا، رجعت منتظمه في الامور الحياتيه، الناس بتروح شغلها وبعد الظهر بيبقوا في البيت عشان يشاهدوا مباراه كره القدم. بدات مع كاس مصر، احنا كمان حتى في الصحافه اول مره نعمل فريق عمل وموجودين من الصبح وعمالين نتابع مع المصادر ونشوف الزمالك استعداداته ايه اللحظات الاخيره قبل المباراه. الحاجات بتاعت زمان اللي هو شغلنا اصلا. احنا انت لو تلاحظ حتى احنا في الصحافه بقالنا سنتين بنكتب في السياسه، مالهاش علاقه بالرياضه، يعني اقصد انت شغلك الصحفي مرتبط بفنيات الكوره. الدوري بيحصل في مباريات، بيحصل احتجاج من لاعب، بيحصل طرد لاعب، بيحصل اجتماع لجنه مسابقات، بيحصل اجتماع لجنه حكام، لجنه تظلمات، يعني في اطار المنظومه العامه لنشاط الكره المصريه. وبعديها كمان جات مباراه النادي الاهلي وبنقدم له، وطبعا انا ببارك نادي الزمالك ونادي الاهلي. في مباراه الاهلي الحقيقه كان الشكل اكبر شويه، لانه احنا كنا متوقعين الجماهير يبقى العدد كبيره بالمقارنه بنهائي كاس مصر، عشان استاد انت عارف ان استاد الجونه العدد المتفرجين فيه صغير، وبالتالي يعني رجعت لنا الصوره الحلوه اللي احنا وحشتنا قوي، انه الجماهير تبقى مكتظه في الاستاد. الجماهير بتعمل شكل من الاشكال الجماليه الحلوه لتحيه الجماهير وتشجيعهم وتحفيزهم على اداء مباراه قويه جدا. البث التلفزيوني الجديد في زوايا معينه في البث وحشنا انه يقدر يرجع في لقطه تاني ويجيبها شمال ويمين، وحشنا ايضا برضو ان احنا نشوف المحللين ويقعدوا وبنستفيد منهم وبنفيد بعض ان احنا نشوف وجهه نظرهم ايه في التحليل. وبالتالي احنا
عادت الصوره اللي بقول لك عليها يا كابتن حازم اللي احنا افتقدناها منذ فتره كبيره جدا، ان احنا نلتف حول هدف معين. وبالتالي الاهلي كان طبعا ممثل الكره المصريه في هذه المباراه، اهلاويه وزملكاويه واسماعيلاويه وبورسعيد وجميع مشجعي كره القدم كانوا بيشاركوا النادي الاهلي. حتى يعني اتصل بيا قبل ما يروحوا المباراه مجموعه من دمياط بيشجعوا النادي الاهلي، وراحوا عاملين فيما بينهم اجروا اتوبيسات يروحوا يشاركوا في هذه الاحتفاليه الكبيره جدا. لكن احنا فوجئنا بشكل من اشكال الخروج عن يعني تقاليد الرياضه وعن المواثيق والاعراف الرياضيه. احنا عارفين كلنا، يمكن معلش انا هعرض بقى المشكله. طب معلش هناخد تليفون مهم بس الاول ما نخش على مشكله ابو ظاهر. هو نجمنا المحترف احمد محمدي لاعب نادي هال سيتي. مساء الخير يا ابو حميد. كابتن حازم ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، ايه الاخبار؟ كله كويس؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. معانا ناقدنا الكبير محمد ابو الخير بيمسي عليك يا احمد. سلمنا يا حبيبي. ازيك يا ابو حميد؟ ابو حميد، يمكن من بعد ماتش مصر وغانا ويعني الدنيا مش كويسه قوي في هال سيتي، يعني النتيجه 4 اخر مباراه وفي كاس. انت شايف الدنيا ازاي يعني كلاعب كوره وفي هال بتلعب ماتشات كلها، لكن ساعات بتيجي ايام كده ما بتبقاش لذيذه شويه بالنسبه للاعيب الكوره؟ يمكن كان في ماتشين توتنهام، ماتش الدوري وماتش الكاس، كان في ما كانش فيه حظ شويه، لكن قدمنا اداء كويس جدا. يمكن الماتش اللي في الدوري كسبوا بضربه جزاء، الحكم حسبها في اخر 5 دقائق، وفي ماتش الكاس كسبوا بضربات الجزاء برضه. لكن الحمد لله يمكن الماتش اللي بعديه ساندرلاند كسبنا، لكن الماتش اللي فات كنا بنلعب فرقه جامده جدا ساوثهامبتون. يمكن هم ماشيين كويس قوي السنه دي في الدوري، عندهم مدرب كويس، عندهم لعيبه كويسه جدا. فيمكن ده عامل انجاز رهيب الراجل ده السنه دي. هم ماشيين ثالث دلوقتي في الدوري، واحسن دفاع ما دخلش فيهم غير جونين باين ولا 3 جوان، حاجه كده، حاجه مش طبيعيه يعني. لا هم الثالث دلوقتي ب 22 بونت فوق تشيلسي ومانشستر يونايتد، يعني هم ماشيين كويس قوي السنه دي. فيمكن في البريك ده بتاع انترناشونال بريك، فان شاء الله يمكن عندنا بعد كده كريستال بالاس عندنا على ملعبنا، فربنا يوفقنا. ده على فكره ده ماتش ب6 نقاط، ده كريستال برضه في القاع شويه. انتوا كام نقطه دلوقتي يا احمد؟ احنا 14، احنا دلوقتي ال 11 ماشيين ال 11 يعني. بس هو ال 14 ال 17 برضه 10 نقط، يعني في فرق متهيألي قليل في النقاط، انت عايز تبعد برضه شويه. ما هو الفرق قليل جدا يا كابتن حازم. يمكن احنا ال 11، ولو كسبنا الماتش الجاي نبقى 8 7، فهي كل الناس قريبه من بعض. ففي الماتش يعني 3 بونت بيفرقوا يعني جدا في الدوري هنا في الدوري الانجليزي. فان شاء الله الماتش الجاي يمكن لكن الفتره اللي فاتت دي مش مؤثره عليك. الراجل معاك ستيف بروس ماشي معاك كويس، مفيش؟ لا مفيش اي مشكله لا خالص. يمكن الحمد لله يمكن ادائنا في الماتشات كلها اداء ماشيين بشكل كويس جدا. يمكن بنقابل بس سوء حظ في ماتشات. يمكن ماتش توتنهام زي ما قلت لحضرتك قابلنا سوء حظ بضربه الجزاء اللي هو ماتش في الدوري، جت في ايدك الكوره دي. بعد كده بالظبط. فهي كانت البنالتي اللي اتحسب علينا. لكن الحمد لله يمكن بنأدي بشكل كويس جدا. اللعيبه اللي جات لنا السنه دي جاب لعيبه كويسه جدا، اضافه كويسه للفريق. فان شاء الله يمكن الشهر الجاي هيبقى فيه ماتشات كتير، حضرتك عارف 7 ماتشات، فهيبقى عبء كبير علينا. فان شاء الله نعدي الفتره دي على خير باذن الله. ان شاء الله. طب فصل لي ليه هو يعني ستيف بروس السنه اللي فاتت كان موجود جده معاكم في الدوري الدرجه الثانيه ولعب كتير جده متهيألي لغايه لما اصيب. السنه دي جده ما بيشاركش كتير يا احمد، تفسيرك ايه؟ مع ان هو نفس المدرب وجابه كمان تاني يعني، واصر انه يجيب جده وما بيشاركش خالص تقريبا. هو زي ما حضرتك بتقول يمكن هو بس عشان كان راجع من الاصابه، والناس اللي كانت موجوده كانت ماشيه كويس. يمكن هو جاب داني جريهام من ساندرلاند اعاره، بعد كده كان جايب ساجبو. يمكن الراجل دلوقتي بيلعب وبيجيب اجوال، فيمكن هي بس الحته دي فيها ناس كتير شويه. يمكن الحته اللي قدام دي فيها ناس كتير بتشارك، وهو جده رجع من الاصابه فما خدش فرصته بشكل كبير. يمكن هو لعب في ماتشات الكاس، ويمكن لعب في ماتش نزل في ماتش توتنهام مؤدى بشكل كويس. فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في ماتشات كتير، فاتمنى ان هو ياخد فرصته باذن الله. ان شاء الله. طيب هروح معاك مع المنتخب يعني يا محمد. يمكن مستر برادلي اعلن الاسامي وانت الوحيد تقريبا اللي مش موجود، يعني انت المحترف الوحيد، مع ان كل الفرقه تقريبا هم وزاد عليهم شريف عبد الفضيل. انت شايف ده نتيجه يعني انت الوحيد؟ هل انت الوحيد كنت مقصر مثلا، ولا حصلت خناقه بين بعد الماتش بيقولوا مع ابو تريكه مع الراجل؟ ايه اللي حصل يعني؟ يمكن الناس كتير كتبت وناس كتير اتكلمت عن موضوع ابو تريكه. يمكن هو ما فيش اي حاجه حصلت بعد الماتش تقريبا خالص.
يعني ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، لكن انا بقول يعني ما فيش اي حاجه حصلت، ما فيش حد اتكلم معايا حد بعد الماتش خالص. يمكن كل الناس مشيت بعد الماتش. لكن اللي انا مستغربه يمكن طبعا الاستبعاد ده، يمكن ده اول استبعاد ليا من المنتخب من 2007. كل المعسكرات من 2007 لحد المعسكر اللي فات موجود فيها بشكل اساسي، الا بس هي الماتشات اللي بتبقى بره الاجنده الدوليه، يمكن دي الماتشات اللي ما اقدرش انزلها. فانا مش شايف اي تفسير. يمكن انا الراجل اللعيب الوحيد في المحترفين اللي بلعب يعني كل اسبوع بلعب الماتشات كلها بشكل اساسي، بلعب في الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم. فمش شايف اي استفسار اللي هو يمكن يعني اتمنى اللي هو يطلع يوضح. يعني هل انت محمدي الماتش اللي فات مثلا ما وفقتش، انت الوحيد اللي ما وفقتش في الماتش، الراجل شايف ان انت قصرت في الماتش ما اتكلمش معاك بعديها مثلا؟ يعني ما هو ممكن قصرت مثلا قصرت في كوره في كورتين، لكن ما قصرتش في 6 جوال يعني. يمكن مش لا، هم كل الفرقه كانت مش في حالتها الطبيعيه يعني انا قصدي اصل الفرقه كلها كانت وحشه، فاشمعنى انت الوحيد اللي طلعت؟ هل في تفسير ليك انت للموضوع ده؟ نعم يا كابتن. يعني انا بتكلم ان الفرقه كلها كانت وحشه جدا، يعني الفرقه ال11 لعيب ما جوش الماتش ده بما فيهم المدرب كمان كان سيء للغايه. يعني يمكن حتى يمكن حاله هل انت مثلا هل انت شايف ان هو انت عملت حاجه زياده يعني او في حاجه حصلت فعشان انت اللي مشيت؟ اصل يعني برضو انت الوحيد اللي مشيت في ما فيش اي حاجه حصلت. يمكن هو لو شايف ان في حاجه ما هو المفروض يطلع يوضح، او المفروض هو لازم يعني زي ما احنا اتعودنا او الناس هنا كلها بتعمل كده. هو راجل طبعا راجل محترف واكيد عارف الكلام ده كويس. بتتكلم مع اللعيبه، يمكن لما حاجه بتحصل او ما المدرب يستبعد لعيب بيجيبه ويتكلم معاه، فيطلع يوضح او يتكلم يعني يقول سبب الاستبعاد ايه، لان انا مش شايف اي حاجه من الاستبعاد. طب انا هسالك سؤال يا محمدي، عايز اسالك سؤال في حتى موضوع هو نفسه كمدرب ما كانش في مستواه. ما كانش في يومه طبعا، انا قلت برضه. هسالك بس سؤال على تصريح نزل باسمك او بلسانك، انا مش يعني عايز برضه تقول لي تفسيرك ليه ان انت قلت برادلي دخل التاريخ بعدم وجودي في المنتخب. هل انت قلت هذا التصريح بهذا الشكل يعني والمضمون، ولا كان اتحرف شويه؟ لا مش اللي هو يعني داخل التاريخ يعني انا ان هو يعني الناس برضه في ناس زعلت من التصريح، يعني حسيته ان في يعني ان انت بتفخم في نفسك زياده مثلا، ان انت بتقلل من الراجل. لا مش كده خالص يا كابتن حازم، والله يمكن حضرتك عارفني يعني كويس. عشان كده انا بس عايزك توضح للناس لا مش كده خالص يعني، مش اللي هو يعني دخل التاريخ في ايه يعني. لا هو بس يعني يطلع يوضح يقول سبب الاستبعاد ليه. يمكن انا بس يعني ده اللي انا عايزه منه، يطلع يقول سبب الاستبعاد ايه، لان انا مش شايف اي سبب يعني الاستبعاد دوت. واتمنى التوفيق ان شاء الله الماتش. لكن انت ما قلتش التصريح بالشكل ده يا محمد، عشان ده مهم برضه ليك كلاعب كوره. لا بالظبط يعني مش بالنفس، مش بالحرفيه ديت يعني. لكن طب قلتها ازاي يعني؟ قلتها ازاي؟ لا ده يعني ما ينفعش يستبعد لعيب بيلعب في الدوري الانجليزي يا كابتن حازم. يمكن حضرتك عارف ان الناس كلها هنا يعني الدوري الانجليزي يعني اقوى دوري في العالم كلها بالظبط اقوى دوري في العالم بالنسبه للمنتخبات وبالنسبه للمدربين بتوع المنتخبات العالم كله. لما يبقى في عنده لعيب بيلعب فدي حاجه كويسه بالنسبه له. يمكن انت لازم تجيبه وتديله الثقه وتلاعبه، لازم يعني. انا هو ده بالظبط نفس. ما اتكلمتش معاهم في التليفون؟ ما كلمتش كابتن ضياء مثلا؟ اتكلمت معاه؟ لا هو كابتن ضياء كلمني طبعا. كابتن ضياء كلمني وقال لي تزعلش يعني حاجه زي ديت. انا ما اتكلمش معاه سبب الاستبعاد، لان يعني انا عارف كابتن ضياء، يعني كابتن ضياء معايا من ايام انبي وعارفه من زمان. او كلمني في حاجه شخصيه ان حاجه زي ديت ما تاثرش عليا في ادائي مع الفريق او كده. قلت له لا طبعا، لكن انا بس يمكن انا عايز بس الراجل يطلع يعني يفسر سبب الاستبعاد ايه، بس مش اكتر يعني. بنشكرك يا ابو حميد، شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المرحله. يمكن هو فعلا احمد المحمدي الوحيد بيلعب في البريمير ليج بشكل قوي وبشكل مؤثر وبشكل دايما يعني 100% ماتشات تقريبا المحمدي اللي بيلعبها. حتى ماتش الكاس اللي نزلوا يعني ماتشات الكاس بالنسبه في انجلترا ما بيبقاش الاساسيين بيلعبوا، هو فعلا ما لعبش برضه ماتش الكاس، لعب في الاخر، فلعيب مهم ولعيب قوي. ممكن ما اداش ماتش جيد، ولكن بصراحه ال11 لاعب يا استاذ محمد كانوا سيئين للغايه في المباراه الاولى برضه. هل ليك تفسير في المنطقه دي، ولا شايف دي اختيارات مدرب في الاول في لا هو احمد المحمدي طبعا من احد العناصر الاساسيه للمنتخب من سنين كتيره جدا. بوب برادلي لما تولى المسؤوليه لمنتخب مصر ومفيش مباراه ما كانش فيها بيختار المحمدي معاه، واحد زي ما قلت لك العناصر الاساسيه ولاعب مهم جدا وجيد جدا. لكن هي يعني اللي انا عارفه ان هي رؤيه فنيه لبوب برادلي، رؤيه فنيه ربما في المحمدي يعني الناس كلها بعد الماتش قاعده تتكلم على نجيب وحسام غالي والحته دي. صحيح. هو مشي محمدي.
لا مش فكره انه المحمدي يعني هو يشيل الليله، لا، ما هم كلهم زي ما حضرتك بتقول ان هم كلهم كان مستوى سيء جدا، لكن هي الفكره انه هو ده ما اعلمه يعني ان وجهه نظر المدرب انه شايف بديل في الحته دي مكان المحمدي يقدر يحررها شويه اكتر، يقدر ينفذ له تكتيك معين اكتر. هذا ليس تقليلا من محمدي، انما عشان تقول لي مستوى المحمدي ومستوى كل اللعيبه، لا، كان مستوى كل اللعيبه هو مستوى في انحدار كل اللعيبه. مفيش واحد تقدر تقول هو هل هذا هو المحمدي، هل هذا هو وائل جمعه مثلا، هل هو ده نجيب اللي كان لعب مباراه قبليها مع النادي الاهلي وكان مستواه ولعب بعديها مع وبعديها هل هذه يعني مجموعه الاهلي مثلا بتيجي تبص فيها، هل هذه هي المجموعه التي كانت في نهائي افريقيا في امام اورلاندو؟ لا، بتختلف الظروف، لكن من حق طبعا وجهه نظر اي مدرب ان هو يختار. وزي ما احنا قلنا برضو ان المدرب ما كانش يومه، وزي ما انت قلت بطريقه غير مباشره المدرب ما راحش اصلا، ما سافرش غانا، لا يعني بما معناه يعني انه كان خارج الاطار العام كانش موفق في المباراه، يعني. كانش موفق. كل احترام والتقدير صحيح. فمن حق المدرب والجهاز الفني الكابتن ضياء او زكي عبد الفتاح ان هم شايفين انه محمدي ممكن يريحوه في المباراه دي، ومن حقه. وهذا ليس تقليلا من المحمدي. برضه المحمدي اتفضل المحمدي برضه عايز اكد ان هو لاعب جيد ولاعب محترف بيتعايش بطريقه الاحتراف. يعني صعب جدا ان هو لا يطبق النظام، هو راجل بيطبق النظام، بيطبق تعليمات المدرب، عارف يعني ايه قيمه ان هو ينفذ تعليمات المدرب داخل الملعب بصرف النظر وفق او لم يوفق في تنفيذ تكتيك المدرب. لكن في النهايه هو لاعب جيد جدا ومهم جدا لاي فريق، سواء في الاحتراف بره او سواء للمنتخب يعني. طيب هنتكلم عن المنتخب برضه، بس خلينا نطلع نكمل موضوعنا كان عند عبد الظاهر، لان الموضوع ده يعني عايزين نقفله. شايف اللي عمله النادي الاهلي ده كان شيء طيب، شيء جيد، ولا قاسى على اللاعب، ولا شايف رد فعل طبيعي، ولا شايف ضغط طاهر ابو زيد هو اللي خلى النادي الاهلي ياخد هذا القرار؟ شايف ازاي القرار؟ لا انا اتكلم بصراحه يعني انا بعتقد انه من حق اي لاعب ان هو ينتمي سياسيا لاي حد، هو حر طالما بعيد عن شغله. النهارده كابتن حازم بيقدم برنامج مهم جدا، وبالتالي لابد ان هو يحط انتمائه خارج باب المحطه قبل ما يدخل وبيقدم البرنامج. هذا ميثاق نتفق عليه تماما. وبالتالي الملاعب لها خصوصيه، الملعب وهناك قوانين وهناك لوائح وهناك تعليمات مشدده جدا انه اللاعب الذي يقوم باستغلال اي حدث رياضي في الاتيان بافعال تحض على العنصريه وتعمل على يعني التخديم بشكل غير مباشر لفئه سياسيه معينه، انت كده بتقحم الملاعب الكوره او الملاعب الرياضيه في الشان السياسي، وبالتالي هناك عقوبات. العقوبات قد تصل الى الايقاف بصرف النظر عن الفلوس دي سهل تعويضها، اي حد ممكن يديها، انما في النهايه لابد من انك تحترم المواثيق، بمعنى انك لو خرجت عن العرف في هذا الملعب انت تتحمل انك تقف سنه او اتنين. لكن حضرتك انت النهارده يا كابتن حازم بتقول لي قرار قاسي. ما هو القرار القاسي؟ يعني كيف شايفه؟ يعني انا قريت دلوقتي على موقع مثلا لعيبه الاهلي شايفه ان ده قرار قاسي على عبد الظاهر، لعيبه الاهلي زمايله يعني وجهاز الفني شايف ان هو قاسي. ده كلام في موقع في الجول على فكره يعني. انا هلجأ بقى للمواقع اللي كنت بتتكلم عن المواقع. هناك اول مره اشوف حرب الكترونيه كلاميه غير طبيعيه من جماهير الاهلي على اللاعب، وانه افسد الفرحه دي جديده على الاهلي على فكره. دايما كان ممكن يحصل حاجه من اي لاعب في الاهلي الجماهير نفسها بتحتويه وبتحتوي الليله بحكم يعني ان هم في لعيبه مهمين لكن اول مره، لانه الفعل كان قدام الناس كلها. انا مش ببرر يا سيدي، اعمل الكلام ده خارج في بيتك مع بعد ما تطلع الاستاد، حط على البيج بتاعتك، مفيش اي مشكله. عندك فيسبوك وعندك البتاع النت يعني عندك اساليب كتير تبين الناس انت عايز تقول ايه، واخد بال حضرتك. لكن في النهايه عليه ان يلتزم. اذا لم يلتزم لابد ان انت عقاب. نيجي بقى لفكره انه هذه القرارات عقابيه. انا شايف انها مش عقابيه، لانه انت النهارده مش عقابيه. لا مش عقابيه بمعنى ان هي يعني لكن ما هو انت لا يمكن. لا بس برضه يا فندم يعني معلش، انا لما العب بطوله مهمه زي دي عشان اروح كاس العالم للانديه واتمنع منها، دي عقوبه اكيد بالنسبه لي معنويه كبيره جدا. يعني هيلعب مع بطل الصين، لو كسبت اروح العب بايرن ميونخ في حياتي، ممكن ما العبوش تاني ماتش رسمي يعني. تمام. لما تروح مني يكون مكافئات حوالي مثلا 500 600 300 رقم برضه في الازمه اللي احنا فيها، فاكيد برضه دي عقوبات بالنسبه للولد. تمام. طب ماذا يحدث لو هو شارك في كاس العالم للانديه في المغرب واتى بهذا الفعل مره اخرى؟
ما الذي سيحدث؟ يعني كان شكلنا العام ايه؟ يعني احنا دايما يا كابتن حازم لما يبقى في مشكله في الشأن المصري الواحد بيتضايق جدا لما حد غريب يتكلم معاه. يعني انا ممكن انا وانت نتناقش في الشأن المصري صح. ونبقى متعصبين لاتجاهات معينه او افكار معينه، لكن اما يجي حد طرف ثالث او طرف غير مصري يتناقش او يتناول هذا الشأن بشكل معين احنا ما بنقبلش. وبالتالي كيف سيتم يعني علاج الازمه التي كان من الممكن انه يفتعلها في كأس العالم للأندية؟ وكأس العالم للأندية احنا مش بنقول بقى مباراة هنا نهائي بطولة أفريقيا في مصر، لا، كأس العالم للأندية محط أنظار العالم كله، جميع تلفزيونات العالم بتعملها، وبالتالي لها تكتيك آخر. يعني أنت كنادي كنت تحتوي هذه الموضوع ازاي؟ طب كيف إذا لم تعاقب هذا اللاعب كيف ستقوم يعني زي ما بيقولوا انك بالسيطرة على الموقف في حالة عودة الدوري المصري؟ كيف ستقوم؟ أليس من الممكن كذا لاعب يأتي؟ يعني انت شايف حضرتك اللي عمله الاهلي ده جيد ولا شايفه؟ الاهلي مجبر مش جيد، الاهلي مجبر، والاهلي تاخر. كل الاحترام والتقدير لاداره الاهلي وهم اصدقاء، لكن الاهلي لا انا اقصد ايه، تاخر في فكره انه يعاقب عبد الظاهر. هناك مد اخواني داخل النادي الاهلي، واداره الاهلي تساعد هذا المد من خلال ثمانية واحده بس. انا هقول لك ما احنا هنتكلم في الحته دي. طيب اتفضل عشان عايز نطلع فاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع تقول المد الاخواني في الاهلي. طيب نطلع فاصل الاول، نرجع نكمل كلامنا. الاستاذ محمد عنده كلام كبير عن النادي الاهلي وموضوع عبد الظاهر والاخوان في النادي الاهلي بعد الفاصل. مش عيش شرية، دي ناس بسيطة وعيش شرية، تيجي تفرح يتلم بدل 100 تهريج وخفة دم، أكيد مفيش حاجة من لما أهم. رجعنا لكم تاني ومعاكم ناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمد ابو الخير، وكنا بنتكلم عن عبد الظاهر والنادي الاهلي واداره النادي الاهلي، واذا كانت مجبره على هذا القرار ام هي واخداه من سلطه مطلقه بالنسبه لها وحريه شخصيه. انت شايف ان حضرتك النادي الاهلي اجبر على هذا القرار وليس تاخده نتيجه رايه يعني الشخصي؟ لو هو سابه لنفسه ما كانش هيعمل العقوبات دي. لا يمكن النادي الاهلي في حاجه قلت مد اخواني في مد اخواني في الاهلي او اداره الاهلي، اداره الاهلي نفسها تعلم، وهي التي ساعدت في زياده المد الاخواني داخل قطاعات النادي الاهلي. يعني اول مره نشوف مثلا يقول لك ايه قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكيل وزاره ايه قطاع الناشئين بقى؟ قطاع في مسؤول عن الكوره بس، قطاع الكوره، قطاع الكوره مش قطاع الكوره، عفوا قطاع الكوره. الاهلي هناك مجموعه من المدربين والناشئين ذهبت الى منصه رابعه اكثر من مره، ويعلمون انهم ينتمون للاخوان، وبالتالي عندما ينتمي احد الى فئه سياسيه وانت ما حذرتوش قبل كده، بمعنى ايه؟ اصل في مشكله. بس هو مش مشكله برضه عشان نوضح للناس مشكله توجهك السياسي، انت ما دام ما ياثرش على شغلك دي برضه حاجه. ما هو يا كابتن حازم في مشكله كبيره جدا، يعني قصدي في ناس كتير يا اخوان مثلا بس ما بتعملش حاجه مؤذيه في المجتمع، فدي ناس يا كابتن انا صحفي. الصحفي مثلا يعني هنقول شخصيه عامه، هنقول مثلا معروف عشان بيطلع معاك مره او مع مش عارف مين فانتوا بتشهروه، ماشي، سلوكه لازم يحافظ عليه. بمعنى انا لو جيت اقعد مع اخوان او جيت اقعد مع تيار ضد الاخوان او سلفيين او اي تيار او ليبراليين، انا كده بتحسب عليهم. بمعنى هل انا انا بشارك شغل سياسي؟ لو بشارك شغل سياسي اعلن، لكن لابد انه شغلي السياسي ده يبقى بعيد عن شغلي في الجورنان او في اللي هو في النهايه اكل عيشك. يعني ما ينفعش انك لو انت بقى ناقد سياسي وده ليك توجهاتك السياسيه، ده حاجه، او ناشط زي ما بيقولوا اللي هي طالعه موضه، كل واحد ناشط سياسي دي. لكن في النهايه انت تعلم انه في ازمه عندك، وانه زي ما بيقولوا الدمل هيجي في مره وحد يفتحه، ولكن اللي فتح الدمل هو كادر بسيط جدا من مصور القناه التي كانت قناه الجزيره وهي بتنقل المشهد، هو ده اللي خلى فجر العمليه. لكن خلي بالك الموجودين داخل الملعب ما حدش يلاحظ، لانه دي بتبقى يعني جزء من الثانيه، فبتبقى صعبه. التلفزيون المصري اللي زعل الماتش بتبقى صعبه جدا. لكن انت النهارده يا حازم امام لو انت رئيس النادي الاهلي او مسؤول عن اداره النادي الاهلي، كيف تناقش هذه الازمه؟ يعني ما هو طبيعي لازم يبقى فيه عقوبه. طب العقوبه الماليه لا، ما ينفعش عقوبه ماليه، لازم الايقاف هنا بقى تقول لي ايه؟ الايقاف سنه، الاهلي حدده ما حددوش الايقاف، هو عرضه للبيع يعني خالص، انا مش عايزه يعني. ما هو فكره عرضه للبيع دي فكره يعني جمله تجميليه ما فيش، لن يجرؤ اي نادي في مصر انه يروح يشتري احمد عبد الظاهر الان
معنى انه يشتري احمد عبد الظاهر الان او يحاول انه يشتري عبد الظاهر الان، اذا هو ضد ما حدث. انه اذا هو مع 5 أو 6 أو 7 اللي هي بتاعه الصوابع دي، ولا اسمها ايه؟ ثالثه رابعه يعني. وبالتالي يعني عشان ما نضحكش على بعض، شيحه مثلا عمل معاك مداخله وهو راجل، شيحه ده راجل محترم وبيجري ورا اكل عيشه وشغله، وشغله ان هو يسوق عبد الظاهر وانه ما يخسرش، ده اوكي. لكن هي القضيه في حاجه، شيحه النهارده يقدر يعرض مين عبد الظاهر على مين في الانديه المصريه. قال بيخلصوا عليه كده، عمليه صعبه، لكن بلاش هم يخلصوا عليه، لكن هم ما خلصوش عليه، هو خلص على نفسه. هو طبعا يعني هو الامانه خلص على نفسه. ساعات ربنا بيحط خلص على. احنا مش عايزين ننسى اللي فاز في المباراه هو النادي الاهلي وليس الاخوان اللي فاز في المباراه. انت ليه يا اخي بتبوظ فرحتنا ليه؟ ده احنا في اشد الاحتياج لفرحه بقى لنا 3 سنين، مكبوتين في كل فئه تيجي تمسك تكذب علينا. هي المشكله كمان ان احنا ما بنتكلمش على الماتش خالص، يعني انا ما شفتش ولا ما بنتكلمش على الكوره، ما فيش فنيات، ما اتكلمناش في حاجه، كله رايح في حته عبد الظاهر دي، واللعيبه يا عيني اللي عماله تجري وبقى لها ثواني عماله تتحرك عشان تجيب بطوله، ما حدش بيتكلم على اللعيبه. يعني انا القراء النهارده بيتصلوا بيا في الاهرام بيقولوا لي انتوا ما كتبتوش على الماتش المكافآت ايه، ردود الافعال زي ما بيحصل، وده طبيعي. لكن انت قلت له ردود افعال ايه؟ ده مصر كلها مولعه من الحركه بتاعت عبد الظاهر، وبالتالي انت لابد ان انت كنت تتابعها، لانه ما ينفعش ان انت تتجاهلها. لكن في النهايه كابتن حازم كان لازم يبقى في قرار، لانه بعد كده اي حد يعمل الحكايه تيجي بقى. اتفضل. لا يعني انت موافق على هذا القرار؟ لا موافق. طيب. لا طبعا لازم موافق، بس انت شايف احمد عمل يتحمل، احنا مش بنظلم احمد، يتحمل. شايفه قاسي ام غير قاسي؟ لا ده صفافير، ولا قاسي ولا صفافير. اقول لك ليه صفافير؟ انا حاسس ان ان هو بعد شهر القرار ده هيتلغي. اقول لك ليه صفافير. ايوه بالظبط. ازاي تفرغ القرار من مضمونه، تعمل شكل من اشكال الثوريه انه مش عارف عملت ايه، ولما تيجي على الورق ولا حاجه. صفافير. ما تيجي تقول لي الاهلي عنده ايه ارتباطات جايه ولا حاجه، هي كاس العالم. طب ما طبيعي جدا ما يشاركش في كاس العالم لانها بعد 20 يوم ولا بعد شهر. طبيعي، ده اول بطوله. هتيجي تقول لي الدوري من الممكن ان هو لا يقام، لانه الدوري يعني الجهه الامنيه هي التي تتحكم اكثر، انه لازم الامن. هو لغايه دلوقتي المفروض يعني 30 يعني ده كلام، لكن الدوكيومنتس لازم الاتحاد لازم الامن يوافق. لكن في اتجاه اخر اللي هو طرحه حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكوره او الشاوي والمجموعه، انه لعبوا البطوله الرباعيه بتاعت الموسم الماضي، اللي هي البطوله الاول والاخير دي. صحيح. يبقى في مجموعه في الاقصر ومجموعه في الجونه، يعني شكل من اشكال تنشيط ويعني بروفه مهمه جدا انه يبقى قبل الدوري. ما دي كويسه فكره يعني ياخد الثلاثه بتوع المجموعه الاولى والثلاثه المجموعه الثانيه يلعبوا مع بعض في الاقصر مثلا، والتانيين بتوع الهبوط ياخدهم في الجونه او العكس يعني. صحيح. تلعب نشاط، في الناس تاخد يعني تاخد بقى ان في دوري جه وفي كوره رجعت، واللعيبه بدل ما هم عمالين يستعدوا في المطلق ويتدربوا في المطلق انك تعمل. لكن برضو عبد الظاهر انت عارف الاهلي هو الوحيد اللي بيقبض اللعيبه بتوعه، بيقبضوا مرتباتهم. بمعنى ايه؟ ان هو الوحيد اللي بيشتغل، هو الوحيد اللي بيشارك في بطولات. كل لعيبه الدوري كلها مش لاقيه، بتشحت. يعني اقصد ما تحمد ربنا في اكل عيشك. هي الفكره ايه؟ مش فكره انك تعمل هو أكيد يعني انت ما تديني ومش متوقع. هو عمل الحركه ومش متوقع رد الفعل الغير طبيعي. لا يعني. هي ايده طلعت، انت لو تلاحظ ايده طلعت لوحديها اوتوماتيك. ايده طلعت اوتوماتيك، فيبدو انه عقله قال لها انزلي، ايه اللي طلعك دلوقتي؟ يعني هي بدليل ان هو ما عملهاش قوي يعني لكن هي عملها بشكل من اشكال الاستاذ. لكن هو عمل رابعه، الشعار رابعه، والشعار الثاني عمل حرف السي، عشان برضو الناس كلها جت على حرف الرابعه وما عملش حرف السي. حرف السي مين اللي عملها يعني؟ هو احمد برضو. يعني الناس برضو ما ركزتش على حرف السي اللي هو عمل ده. عمل لا، عمل الاثنين مع بعض. عمل الاثنين مع بعض. يعني انت لو تجيبها وتسترجعها هتلاقيه هو عمل علامه بتاعه رابعه، وبلاش اعمل رابعه لانه دلوقتي كله بياخدها ويقول لك انا عملتها على فكره انا في الاول. انت عملتها فانا عامل 5 عشان كده. وبالتالي عمل فعل اخر يعني بس طبعا العين كان لازم تدقق اكتر، ما حدش خد باله قوي منها الحكايه. عمل بعديها السي. السي زي يعني ممكن عمل قلب مثلا، بيعملوا هم الحركه دي دلوقتي. طب يعملها الاثنين يعني. دي لا، دي قلب يعني، هو بيحب حد يعني. كل لعيب دلوقتي بيعمل حاجات كده. يا عم حازم، هي حركه واحده اللي احنا واخدين عليها، انتوا طلعتوا له فيها موضه. كل واحد لسه كان بيحب وخاطب وبتاع عمال يبوس في الدبله اول ما يجيب اللي بتاع، وبعد الجواز عايز يحط الدبله في دلوقتي بقت هارت كده، يروح عاملين كده في الوش بتاع كده، او يعملها كده الحاجات الغريبه دي. كل واحد بقى جيل، كل جيل مختلف. يا عم افرح واعمل حركتين حلوين وبتاع، وما اقولكش سيب انتماء السياسي. لا يا سيدي، ما انا ليا اصحاب في الاخوان المسلمين ولكنهم بيشجبوا تماما ولا يوافقوا على العنف والقتل والكلام اللي بيحصل ده. لا خلاص شكرا. ده هي الفكره ايه؟ فكره في الدماغ، هي فكره. وبعدين ما فيش واحد يا كابتن حازم بيبقى اخوان مسلمين ولا كان اخوان مسلمين. طب ما هو ادي رابعه في ماشيه. شوف ورينا السي. ماشي 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 ماشي. شغال رابعه اهو بقاله ساعه. ثانيه واحده. ايده ترتفع دلوقتي الشمال بس ترتفع الشمال. شغال رابعه، كل ده رابعه. الشمال
لا مفيش حاجه يا استاذ محمد، خلاص بقى خلصت، الكادر هيخلص. لا موجوده انت شفتها حاجه؟ موجوده، انا شفتها خلاص ماشي خلاص. شفتها والله، انا مش جايبها يعني من عندي انا بقى. طيب لا مش باينه بقى، يمكن بعد يمكن حضرتك. طيب هو يعني هنشوف يعني اداره الاهلي بصراحه قرار قوي، انا شايف قرار قوي. انت حضرتك بتقول ان هو هيفرغ من مضمونه بعد شويه. ايوه يعني مش هيبان بقى بعد مع الايام. يعني احنا بنقول ايه، الاهلي نادي الوطنيه كويس، نادي الوطنيه القديمه او العريقه. طب النهارده ما هو النادي الاهلي لابد ان هو يؤكد انه نادي الوطنيه الحديثه بقى، الحديثه النهارده. بس هو القرار ده يؤكد يعني بالظبط كده. وبالتالي كان لازم الاهلي ان هو ياخد قرار، لانه ما ينفعش كده. جماهير الاهلي الناس بتغلي، حتى اعضاء مجلس الاداره في النادي الاهلي كلهم بيغلوا من هذا الموقف، لانه افسد عليهم فرحه كبيره جدا. اصل هو قيمه فوز الاهلي يا كابتن. واللعيبه متهيألي برضه بقول لحضرتك، يعني انا لازم جهدي وبتاع، ما حدش بيتكلم ان انا عملت جون، جبت جون، عملت ترقيصه، لعبت ده كويس في الدفاع، كله بيتكلم على اللقطه دي. وبعدين مثلا لعيبه الاهلي ما كان ايام الانتخابات الرئاسيه كان في مجموعه مع الفريق شفيق ومجموعه مع الرئيس السابق محمد مرسي، وعادي جدا، واصحابه كل واحد خلص الجيم خلاص يعني. وهو بيلعبوا مفيش حد مثلا طلع بفانيله مثلا شفيق ولا حد طلع بفانيله مرسي. برافو عليك، الاثنين عادي يعني. برافو عليك. وبعدين جرم الفانيلا انك تطلع التيشيرت بيخدم على وجهه نظر سياسيه هي نفس الجرم بالاشاره. ما هو في حاجه اسمها تعديل. في يعني في المواقع يعني برضه في الجول كانوا حاطين ابرز سبع حاجات سياسيه اثرت يعني، وكان ليها مشاكل سياسيه جوه الملعب. منهم كان مره هاني رمزي على فكره عمل حركه اللي هي كانت زي النازيه دي، وخدت ماتشات ابراهيم حسن. ابراهيم ما اعرفش. ابراهيم حسن لما حصل في احدى المباريات وتم ايقافه في نفس لا كان بس ما كانش شكل اشكال السياسه. كان هاني شكل يعني هاني كان قال ان هو ما يقصدهاش، ولعيب مليونان توقف مدى الحياه في المنتخب. وليفربول مره فاولر كان بيقولوا عمل حاجه عشان كان في عمال المينا، يعني حاجات ودايما فيها غرامات. وهو اخر واحد كان في كوريا الجنوبيه تقريبا برضه في الاولمبياد الماضيه. الكلام ده على يعني في المواقع. خلينا ناخد برضه من المواقع كده شويه حاجات يا استاذ محمد. معانا شريف في المواقع. طيب هيبقى معانا شويه حاجات على المواقع، عايز برضه حضرتك تعلق لي عليها، لان المواقع دلوقتي بقت من اهم يعني مش عايز اقول انها بقت تاخد من الجرايد الورقيه، ولكن بقت ناس كتير على طول تفتح التليفون، تفتح الانترنت، كمبيوتر، تبص الدنيا فيها ايه دلوقتي. فبقت حاجه مهمه ان احنا نخش على المواقع الرياضيه كمان، بقت كتيره جدا وبقت بتجيب كل حاجه في ثانيه في الاخبار. نعم. طيب خلينا اول موقع معانا ده من في الجول. لاعبو اورلاندو يهدون ابو تريكه قميص القراصنه. طبعا اورلاندو بايرتس قراصنه اورلاندو. قام لاعبو اورلاندو بايرتس بمنح محمد ابو تريكه نجم الاهلي قميص الفريق الاسود موقع عليه من جميع لاعبي الفريق ومديرهم الفني. حركه في منتهى يعني الاحترام ومنتهى يعني اللي زي ما بيقولوا بروفيشنال كده، بلاير بيعملوا حاجه محترمه جدا. لعيبه خسرانه ومش شايفه قدامها من الخساره، رغم كده كلهم بيمضوا. دي الرياضه بقى. دي الرياضه بقى. الرياضه فوز وهزيمه يعني. ايوه يعني فوز وهزيمه وتستمتع وبتاع. ودي قيمه ابو تريكه. ما هو ابو تريكه منتمي للاخوان واعلنه وكان بيأيد الرئيس السابق وعمل فيديو وبتاع. لكن اللي عايز اساله، هل حد زعل من ابو تريكه؟ ممكن يندهش ان ابو تريكه له انتماء سياسي، ماشي خلصت. لكن هو ما بيطلعش يعني بحاجه مثلا تستفز الاخر. برافو عليك. لكن هو برضو يعني عفريت. هو عفريت يعني ما يتعلم منه احمد عبد العزيز، ما يتعلم منه عفريت. لما جه مثلا مش عايز يسلم برضه عشان نقول لما جه مش عايز يسلم على الكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه ويتجاهلوا ان هو عشان ما ياخدش الميداليه. هذا فعل خاطئ جدا. ويجب ان اداره الاهلي تعاقب. لا ما انا بقى بس عشان الامان. واما اقول كده هذا لا يقل يعني ده ليس تقليلا من ابو تريكه او حبنا ليه، لكن يا ابو تريكه انت عملت فعل معين ذكي يعني، حتى ما يعرفش ايه يعني، ما حدش يعرف يمسكها عليه. تقول مثلا هو ليه يقول لك اصل انا كنت بحتفل اخر ماتش ليا في مصر وانا قلت هعتزل فراح احتفل معاهم. انا سمعت النهارده تفسير سمعته من استاذ ابراهيم منيسي كان بيفني لي الرياضه الصبح، وبيقول تفسير كابتن حفيظ قاله له ان هو دخل يجيب التيشيرت اللي عليه 72 فاتزنق جوه ما عرفش يطلع. ده تفسير علمي. تفسير علمي. لا يعني هو تفسير هو بيقول السيد قال له كده. انا طبعا انا مش مقتنع بهذا التفسير. انت راجل كاعلامي لازم تقول كل المعلومات. ايوه فده يعني حقهم. بس طبعا يعني قصدي ان هيلاقي في حد ما دام هيلاقي وجهه نظر يرد بيها شويه، بغض النظر بقى تصدقها ما تصدقهاش، في وجهه نظر ان هو دخل يجيب لكن هو ما خدش باله. العقل يستوعبها يعني تمشي يعني لو عايز تمشيها يعني عليا لكن ما تعملش كده بفعل قدام الناس كلها وعايزني اقف جنبك او عايزني ان انا ساندك او عايزني ان انا يعني اهتم بيك قوي واسيب مصلحه الجماهير اللي هي انت حرقت دمها بهذا الفعل. يعني يكفي ان هي محروق دمها طول المباراه عشان عايزه تفوز بهذه البطوله المهمه جدا. ايضا اداره النادي الاهلي خسرت كتير جدا، خسرت فلوس كتيره جدا من هذا الفعل، لانه الاهلي انت عارف هم بتوع اعلانات قادرين دايما على
ان هم بيعملوا ايه؟ تسويق. اساتذه في تسويق الفوز. الفوز عند النادي الاهلي بيبقى فلوس حصاله شغاله طول السنه، تلاقي كل الانديه بتفلس ومفيش عندها فلوس ومش لاقي تاكل، والاهلي الوحيد اللي عنده فلوس. الاهلي الوحيد اللي بيلعب، وهو السبب في ازمه بورسعيد مثلا، كانت هو طرف في المباراه وهو السبب في وقف الدوري، هو الوحيد اللي بيلعب وهو الوحيد اللي مش عارف ايه. يعني في النهايه كان الاهلي هيعمل مداخيل من خلال الفوز بالبطوله. هو نكد عليهم في هذه البتاع، وعليه ان يستحمل. وكفايه بقى كلام عليه، يعني احنا مش هنوصل الحلقه يا كابتن حازم انا بقول اطلع منها والله على فعل تافه جدا. يجب ان احنا نتجاهل الموضوع ده، كل واحد يتحمل مسؤولياته بقى. هيعمل فيها رانديلون يتحمل يعني. نطلع منه بقى عشان فعلا يعني ما اتكلمنا عليه كتير زي على اللزوم. طيب يلا كوره. الفيفا بيعلن اسماء حكام كاس العالم للانديه بالمغرب وتواجد عربي افريقي. اعلن الاسامي حكم من جامبيا اسمه جسامه بكاري، ده مصنع افريقيا، ويمثل حكم علي حماد الاماراتي التواجد الاسيوي والعربي. طبعا للاسف ما عندناش ولا واحد مصري. ممثل من كونكاكاف جيجر مارك، يتواجد حكم برازيلي ريكي ساندرو، حكم الاسباني فيلاسكو، واخيرا طاقم الافريقي الاخر بقياده نيانت الكاميروني. كل واحد معاه طاقم بتاعه من نفس البلد. تعليق حضرتك بسرعه كده على ده الكلام ده؟ احنا قريبين مش هنخش خالص في اي تجمعات دوليه خاص كحكام؟ لا انا متفائل لانه كابتن عصام عبد الفتاح الحقيقه راجل علمي، وراجل الحقيقه ما بيخافش غير ربنا وما بيخافش من حد، ولا ترهبه حملات الظلاميه الغير معلنه ضده. هو الحقيقه بيعد خطه علميه جدا وابتدت تظهر البشاير بتاعتها، وبعتقد انه في خلال سنتين هيبقى عندنا اكثر من 6 حكام او 10 حكام في القائمه الدوليه. ومن الممكن احنا نشاهد حكم في كاس العالم وفي نهائي افريقيا، اللي هي دول البطولتين تحديدا اللي بتبقى عليها محطه انظار. اتمنى بقى نخشوا باذن الله زي ما كنا شفناه في كاس العالم كابتن عصام وقبل كابتن جمال الغندور. طيب من كورابيا الاسماعيلي بقى خد باله من ماتش الاهلي، يحذر اللاعبين من الشعارات السياسيه ويهدد بالاستبعاد. في بيان رسمي حذر رئيس النادي كافه اللاعبين في جميع الرياضات من رفع اي شعار سياسي في الملعب، وبيان ان الملعب ساحه رياضيه وليست سياسيه. طبعا ده كلام مهم جدا من الوطن. نطلع على حسام حسن شويه. سواريز يحذر لاعبي الاوروغواي من التهاون امام الاردن. وصلوا امبارح تقريبا الاردن، هذا كان في مؤتمر صحفي للكابتن حسام حسن، ربنا يوفقهم ان شاء الله. ذهاب الماتش بكره باذن الله. مباراه الذهاب رايك فيها يا كابتن استاذ محمد؟ يعني هو حسام وابراهيم حسن زي ما انت عارف هم كانوا زملاتك في الملعب، وتعاملت معهم كعضو مجلس اداره في نادي الزمالك. هم لديهم تخصص في الحته النفسيه، بيعرفوا قد ايه اذكياء في كيفيه تنميه الروح المعنويه. وصول بعثه الاورجواي الاردن. فيعني هو بيعرف ينمي الروح المعنويه لدى لاعبي المنتخب. يمكن هو قدر ان هو يعني يجذب الجماهير الأردنية خلف المنتخب. حتى المسؤولي الاتحاد بقيادة الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة الأردني وعضو الفيفا، حسام بعينه الخبيرة وإبراهيم برضو قدر ان هو يعمل ايه كابتن عشان يضمن التدفق الجماهيري اللي هو مهم جدا في مثل هذه المباريات. غير المكان الاستاد اللي هو تقام فيه المباراة، حوالي 40,000 متفرج في هذه المباراة، وحصل تزاحم غير طبيعي جدا من شراء التذاكر. حدث عالمي. صحيح. وصلوا مع فرقه كبيره زي الاردن. خلينا نطلع لتقرير عن هذه المباراه، نطلع نشوف تقرير الاردن واورجواي، ماتش في غايه الصعوبه، وربنا رب مع اخواتنا في الاردن، وطبعا عشان كابتن حسام حسن كمان باذن الله، او ابراهيم عشان هيجي يمسك الزمالك مش كده؟ نشوف التقرير مع بعض ونرجع نكمل كلامنا مع استاذنا محمد ابو الخير. طيب رجعنا لكم تاني، وده طبعا تقرير كان عن حسام حسن وابراهيم والاردن، ماتش مهم جدا. الفرق اللي قدامنا اللي عدت دي كلها يمكن الناس مش عارفه غير كافاني، او معظم الناس مش تبقى عارفه غير كافاني وسواريز، ولكن في كان فورلان معدي، في جونزاليس لاعب لاتسيو، وكان في جوارين اعتقد لاعب اتلتيكو مدريد اللي هو المركز الثاني حاليا في الدوري الاسباني. فرقه قويه جدا، كل الناس بيريرا بيلعب في انتر ميلانو، الحارس بيلعب في جالتا سراي، موزليرا، فرقه قويه جدا. ولكن ان شاء الله باذن الله عندي تفاؤل، يعني انا احساس ان حسام مش هيخسر او الاردن مش هيخسر في ملعبه على الاقل ان شاء الله. في لقطه كده بس يا ريت شريف يجيبها لنا تاني، شوفوها معايا. وحسام الراجل كان هنا قبلها بيومين كده، حسام اتصور مع حد راح مطلع علامه رابعه، فهنا بيتصور معاه فبص على صباعه الاول. بصوا حسام بص على صباعه راح منزله وراح عامل له 2، لان هو قبل كده اتصور، فحسام خد باله. ماشي اللقطه دي.
هتلاقي منزل عمل صباعين. اصل هو قبل كده اتصور في واحد وهو بيصور راح مطلع رابعه وهو ما خدش باله، عرف بعد كده من الفيسبوك، فبعد كده بقى بص واخد باله من الصوابع وعايز يقول له دايما يلا ربنا يوفقه ان شاء الله، حسام حسن وابراهيم وطارق السعيد ووليد بدر كلهم ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. عايز اتكلم على في حاجه حدث مهم هيحصل في مصر، هو يوم الخميس ان شاء الله. احنا يمكن بقى لنا من سنه 90 ما رحناش كاس عالم، فهو هيجي لنا هنا كاس العالم ان شاء الله باذن الله يوم الخميس في احد طبعا الشركات الراعيه لكاس العالم، هتجيبه مصر. ده حدث اكيد في حد ذاته انه كاس العالم يجي مصر. وانت شايفه ازاي من الناحيه الصحفيه ومن ناحيه الاعلام؟ شايفها ازاي ان كاس العالم يكون متواجد في مصر يا فندم؟ بص انا بقول دايما، انا بقالي اكتر من 20 سنه بكتب في الصحافه وكاس العالم وكاس العالم. انا نفسي شخصيا كمحمد ابو الخير ان انا اشوفه والمسه واتصور معاه كتذكار يعني دي حاجه قيمه مهمه جدا في العاملين في المجال الرياضي، واللي يعلموا القيمه المعنويه لكاس العالم اللي هي النسخه الاصليه اللي هي وزنها اكتر من 6 كيلو ذهب. وبالتالي عندما تاتي هذه النسخه الى القاهره يوم الخميس في صاله 4 في مطار القاهره، ويتم عقد مؤتمر صحفي عالمي هيقدمه الفنان الكبير جدا عزت ابو عوف، ويحضره وزير الرياضه ووزير الشباب ووزير الاستثمار ووزير السياحه وكابتن حسن شحاته واعضاء اتحاد كره القدم وحازم امام والخطيب ومصطفى عبده وجيل 90 اللي هو شارك في كاس العالم. بعتقد انه هذه الحفاوه وتلك اللقطه تستحق ان احنا ندفع فيها الملايين، لانه احنا بنشكر اي حد يساهم في هذا العمل، لانه في مصر نحن في اشد الاحتياج الى اي عمل يعني نسوق مصر من خلاله، نقول ان مصر امنه، نقول ان مصر من الممكن انها جاذبه للاستثمار في ذلك الوقت، نقول انه مصر قادره على تنظيم فعاليات رياضيه عالميه، لانه هذا الكاس سوف يذهب الى عفوا هو مش الكاس ده الكاس الثاني ده خلاص ده خدته البرازيل دلوقتي اللي هيجي اللي هو الجديد اللي هو بس ده النسخه الاصليه. النسخه الاصليه دي اول مره تيجي مصر، في قبل كده اول مره في قبل كده نسخه جت بس ما كانتش اصليه. دي بيقولوا ليه حاجه معينه، بيقعد في حاجه معينه ما حدش يقرب منه مسافه مش عارف قد ايه. ده له بروتوكول بقى في مجموعه من الامن في الفيفا، حاجه شكل كده. دول مهمتهم يا كابتن حازم، و24 ساعه مع الكاس ياكلوا ويشربوا ويتفسحوا بيه، وممنوع ان حد يلمسه، نو تاتش. من البروتوكولات انه اي رئيس دوله هو الوحيد الذي له احقيه انه يلمس او يرفع الكاس، او لاعبي المنتخب اللي بيفوز بكاس العالم. شالوا عظماء مارادونا صحيح اخر من شالوا كاسيس يعني. صحيح. وبالتالي الحكومه المصريه رأت، لانه كان في يعني نيه لتاجيل هذه الجوله، الحكومه المصريه رأت انه وصممت على انه تنفيذ هذا المشروع، وانه كاس العالم ياتي مصر في تلك الفتره حتى يستطيع استغلال هذا الحدث لارسال رساله مهمه جدا للعالم انه مصر امنه سياسيا، مصر قادره او امنه الناحيه الامنيه فيها جيده، لانه من الطقوس انه هذا الكاس ويوم الخميس بقى مع نهايه الحظر كمان، فالدنيا ان شاء الله تبقى كويسه. صحيح، بس هو تامينه هيبقى فيه مجموعه من رجال الامن، قوات خاصه ومن الجيش لتامينه عشان بيروح طبقا للبروتوكولات. تاني يوم هيبقى فيه احتفاليه مع الجمعيات الخيريه في مصر، عشان حوالي 2000 واحد، من انك تلقي الضوء على فكره انك تلقي الضوء على الجمعيات الخيريه وتشجيع العمل الخيري من خلال كاس العالم. لكن انا بقول انا بشكر الجميع اللي ساهموا في وجود هذا الكاس، وبتمنى انا شخصيا ان انا اتصور معاه، لانه دي ذكرى مهمه جدا. ما عرفناش نشيله واحنا بنلعب او نخش يعني لا صعب نشيله، نخش الخير يا كابتن حازم ان كاس العالم عندنا يبقى ده دافع مهم جدا لمباراتنا في المنتخب. واعتقد ان القاهره تستضيف 3 كؤوس، كاس مصر وكاس افريقيا وكاس العالم اخيرا. بعتقد دي رساله مهمه جدا للعالم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد، نورتنا بجد وحشتنا جدا وكلامك قيم. بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله يعني زي ما احنا بنسعى الى كاس العالم هو هيجي لنا هنا، بس احنا عايزين برضه نروح له باذن الله يوم الثلاث الجاي. نحاول ان شاء الله ان احنا نكسب الماتش ده بشكل جيد باذن الله. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد وحلقه جديده باذن الله.